النهارده انت جاي في المبادره بتاعت التبرع بالدم. كابتن ايمن يونس كان هو اللي بدأ المبادره. كان ايه سبب مساندتك للمبادره وكده؟ طبعا دي بدايه كويسه جدا. كابتن ايمن مبادره كويسه جدا وطبعا هو ساعه ما قال لنا وكده، فاحنا طبعا يعني ما حدش قال لا، ما حدش يقدر يقول لا. طبعا دي مبادره حاجه كويسه جدا لنا وللشعب بورسعيد طبعا ولمصر كلها، ان احنا نتبرع بالدم لاخواتنا والمصابين وكده. دول اخواتنا في الاول وفي الاخر، طبعا ما فيش تفرقه بيننا وبين اي حد. وانا على المستوى الشخصي طبعا يعني بدعي ربنا ان الحياه ترجع افضل من الاول، واتمنى ان ما يبقاش في فرق بين جمهور الاهلي وبين جمهور بورسعيد. دول في الاول وفي الاخر اخوات. الكوره مش دايما الكوره مش دايما بين الاثنين طبعا. في الاول وفي الاخر اللي هيدوم للتاني اخوات ويكونوا اخوات في الاول وفي الاخر. فان شاء الله باذن الله اتمنى طبعا رجوع الحياه طبعا في بورسعيد وفي مصر افضل من الاول ان شاء الله. كابتن احمد جعفر، تعليقك ايه في الاحداث اللي بتحصل في مصر في الوقت الحالي من الشغب والعنف وان شعب بيضرب في شعب النهارده؟ هي طبعا حاجات مؤسفه طبعا ان الاخ بيموت اخوه في مصر. دي حاجه صعبه جدا، واتمنى ان شاء الله ده ما تبقاش موجوده الفتره الجايه. اتمنى زي ما قلت ان التلاحم باذن الله يرجع للشعب المصري تاني، والاستقرار والحياه ترجع لمصر تاني، وان شاء الله نتمنى ربنا سبحانه وتعالى ان مصر ترجع افضل. كلمه توجهها للرياضيين والشعب المصري؟ انا كلمه بوجهها للرياضيين والمسؤولين عن الكره في البلد، ان هم عايزين نعمل يعني حاجه ان احنا نرجع الجمهور المصري يجي مصر، وجمهور الاهلي يروح بورسعيد، والحياه ترجع زي الاول واكتر كمان، ويرجعوا اكتر الاخوات. واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هم يعملوا الفتره دي الفتره الجايه ان الاهلي يروح بورسعيد وبورسعيد تيجي مصر. يعني مش عايز اقول ان احنا بقينا اعداء، يعني اخوات في الاول وفي الاخر اخوات. فان شاء الله باذن الله الفتره الجايه تكون الناس تشتغل على كده، ان الحياه ترجع لبورسعيد تاني، وخاصه الشحن بين جمهور الاهلي وجمهور بورسعيد. مش عايزين ان الشحن ده يبقى موجود، لان في الاول وفي الاخر هم اخوات وشعب واحد. ان شاء الله باذن الله يعني الناس ورايا ده اللي يشتغل على الحاجات دي باذن الله. شكرا جزيلا.